يلا يا ابوي ايه ده؟ يابا عايز يابا الطياره اتطرد. النبي يابا نزلني يا عم، نزلني يابا، نزلني يا عم، يصحش الزيت. يلا والله يلا وانتي هتفضلي تترقصي البيت؟ بقالك اسبوع بتترقصي. ولو قعدت سنه ما هتكفي تعبر عن حبي يا سعرب. انا مش مصدقه نفسي، انت خلاص بقيت جوزي، بقى جوزي يا ناس، بقى جوزي، خلاص ما تصدقوا تزيتوا يا بت وانا كمان فرحان، بس هفرح اكتر لو لحقنا الطياره. يلا بقى بوس يدك. بتعيطي ليه يا فجر؟ انا حزينه قوي، كان نفسي ست امي تبقى معايا وتشوفني وانا فرحانه. ما ستك امك هي السبب في اللي احنا فيه، هي اللي اخرتنا، قعدت تبوس فيكي ساعتين قدام البيت. يلا بوس يدك نلحق الطياره يا عروسه. طب استنى يا سعرب، انا حاسه ان احنا نسينا حاجه. لا والله ما نسيناش حاجه، يلا نلحق. لا استنى، احنا نسينا باب الشقه مفتوح. شقة ايه واحنا عندنا شقه اصلا؟ احنا قاعدين عند ابوي. طب انا نسيت صينيه البيتزا في الفرن. صينيه البيتزا؟ وانا متجوز دوناتيلو؟ ابوس يدك يلا نلحق الطياره. طب اخر حاجه هسلم على حواج بسرعه. بقول لك ايه يا عربي؟ إيه مش هوصيك على هانم. حاضر. دي بنت يتيمه وغلبانه ومحتاجاك. عارف يا بقول لك ايه، انا عايزك تعملها زي اختك. حاضر. عامل مرتي زي اختي؟ اقول لك يابا هعملها زي امي. لا امك دي اختي انا. اختك؟ هو انت خالي ولا ابوي ولا عايز مني ايه يابا؟ سيبنا الحق الطياره. انا عايز افرح بيك يا عربي، انا عايزكم تملوا لي الطياره عيال. نملى الطياره عيال؟ واحنا داخلين طياره ولا داخلين قريه عش البلبل يابا سيبنا نلحق الطياره. بوس يدك. هسيبك بس تقول لي الطيار، مش عشان انت عريس وعروسه يقعد يضرب غلز وكلاكسات ويوقف ويعطل الطريق. يابا سيبنا نمشي وليك الحلاوه. هسيبك يا حبيبي، بس عارف هتعمل ايه في ليله الدخله؟ لا يا هانم خدي تعال. ايوه ابوي عايز يشرح قدام الناس هنعمل انا وانت في ليله الدخله. الله قول يا عمي. تقربوا من بعض الاول. أيوة. وتمسكوا ايدين بعض. أيوة. وتقلعوا معهم. بس اتحشم يا بنت. عيب يا عم، احترم العمه حتى. ايه يابا اللي بتقوله ده قدام الناس تقول لي اقلع وبتاع؟ بقى هاخد انا مرتي وهنمشي عشان نلحق الطياره. بوس يدك. يلا شيل مرتك وادخل على الطياره. اشيل مرتي؟ ما تقولش كلام انت مش قده ولا انا قده، ما تدبسنيش يابا. يلا يا عروسه يلا. استنى بنتي يا امان تسلم على اختك تهان، وانت يا عناد تسلم على اختك رناد، وانت رناد تسلم على سعاد، وانت يا سعاد تسلم على سعاد. عايزاكم كلكم تسلموا على بعض. هاتي يا بنت الموبايل اما نتصور سيلفي. اضحكي يا بيه. يلا الصورة دي الليلة تبعتوها للبت صفاج، عايزاها تبات من كده ومن غزة. سامعين؟ ايوه. ما تستعجليش يا اختي، كلها دقيقة وهتروح انت لصفاء تغزيها بنفسك. الطيارة هتفوتنا يا قمر. يلا يا عروسة ابوس يدك يلا. شايفين بيعشقني عشق مش قادر يستغنى عني. بيحبني من على ابو رومانسيتك. انا ماشي وسع، انا همشي لوحدي. يا سعاد انت مالكيش سفر. يا سعاد اسكت يا بنت. بس كده حضرتك هتدفع وزن زيادة كتير. اوكي نو بروبلم، بس يهمني الشنط توصل سليمة. الشنط دي ماركة غالية، بوسكوفيتشي طلياني. نراجع اتنين بتوعي بوسكوفيتشي، ادي 4 برضو بوسكوفيتشي، ادي 6 بوسكوفيتشي، 7 بوسكوفيتشي، 8 بوسكوفيتشي، 9 بوسكوفيتشي، 10 بوسكوفيتشي، 11 بوسكوفيتشي، 12. لا الشنطتين البيض دول مش بتوعي، مش تبعي. ايه ده؟ ده تبع سعادتك؟ ايوه تابع. انت كده هتدفع وزن كتير قوي، لان اكتر من 30 كيلو هتفرغ في شنطة تانية. افرغ ايه يا استاذ؟ دي المدام. المدام. وحشرتها في الشنطتين دول ازاي؟ يعني مش جوا انا بره. كل ده ورا؟ امال جوه هيلاقي ايه؟ اشوفكم في الطياره بقى. التيكت لو سمحت.
يرضيك اللي امك بتعمله ده يا باسم؟ ايه؟ ما يرضينيش. ما يرضيكش ايه وانا لسه قلت حاجه؟ طب ما تقولي هناء عملت ايه؟ هو لازم سسبنس. هقول. امك عايزه تجيب سخان كهرباء، وماما مش عايزه تجيب سخان كهرباء علشان خطر، وبتقول انها قرت عن خبر وفاه عروسه في ليله دخلتها بسبب السخان الكهرباء. امك بقى افتكرت ان احنا بنألف، فقالت ان هي كمان قرت عن خبر وفاه عريس في ليله دخلته مات محروق بسبب السخان الغاز. ايه؟ بعدين ايه اللي انت بتاخده ده؟ ده مهدئ. مهدئ؟ انت مدمن؟ مدمن ايه؟ هو انت شايفاني بشم بودره؟ مهدئ. ما انت عارفه ان انا بخاف من الطياره، فقلت اجيب حاجه تهديني كده عشان ما اخافش. ايوه يا حبيبي، بس انت خدت كتير قوي، انت خدت اكتر من 6 حبايات دلوقتي. ما هو قال لي اصلا المفروض اخد 18 واحده. مين اللي قالك؟ الديلر. ايه؟ الدكتور. هيكون مين يعني؟ الدكتور قال لي لازم تاخد 18 قرص. هو انت بقى طالع الطياره علشان تقعد معايا ولا عشان تنام المهدئ ده؟ ده مش منوم، ده مهدئ. وبقى خدي واحده بس، اهدي كده. الو. ايوه سموك. عساكم من عواده. انا تمام الحمد لله. في المطار ربع ساعه واتحرك على طول. هو انت بتكلمني منين؟ انت الطياره فاتتك؟ اتحركت من نص ساعه؟ انت في الطياره دلوقتي؟ طياره خاصه، عشان كده في شبكه. ايوه. لا اطمن. طب جواد ده في عينيا، يعني البرنامج التدريبي اللي انا عامله له يضمن ان هو هياخد الاول في الكاراتيه ان شاء الله. لا هنرجع بالذهبيه طبعا. ادوني اسلم عليه. بيبلبط فين؟ بسين ايه؟ بسين في الطياره؟ ايوه طياره خاصه، فاهم. ايوه طياره خاصه. طيب استاذنك بس سموك، يعني ممكن حد في المطار يعني يقف لنا بيافطه عليه اسمي عشان ما توهش. مين اللي بيعيط ده؟ عرندس وقع من على الحصان؟ معلش، ما هي الخبطه بتاعت الحصان الخشب بتبقى جامده. هو ايه اللي بجد؟ حصان حقيقي في الطياره؟ ايوه فاهم، طياره خاصه، طياره خاصه، فاهم. طيب يعني ربنا يخليهم لك يا فندم. طب انت حاول بقى تنام ساعتين كده عشان الرحله هتعمل لاندنج دلوقتي؟ ايوه طياره خاصه طبعا. طب الحمد لله على السلامه يا سمو. مع السلامه. راجل ملحقش يستمتع بالطياره الخاصه. ولما هو عنده طياره خاصه كده ما خدكش معاه ليه؟ مستقل بيك؟ لا يكونش مستقل بيك. ياخدنا فين يا بنت؟ هو في مكان؟ الراجل واخد الخيل، واخد الغنم، واخد اسرته، واخد البسين. هنقعد فين في الطياره الخاصه؟ وبعدين مش تحمدي ربنا ان الراجل مطلعك معانا على حسابه؟ يعني الراجل ابنه عنده بطوله، انا المدرب بتاعه فطالع معاه، انت بقى طالعه معانا تعملي ايه؟ محرم؟ ايه هو هيذلنا باللقمه اللي بياكلها لنا؟ يذلنا باللقمه اللي بياكلها لنا، يذلنا، لان من غير اللقمه اللي بياكلها لنا دهيت ولا هنعرف نتجوز في سنتنا السوداء، ولا هنعرف نجيب شقه، ولا نجيب عفش، ولا امك دي هتتبط خالص. لا باسم، بليز ما تجيبش سيره مامي. مامي مين؟ الست اللي بشوفها عندكم في البيت دي، في الدويقه دي مامي؟ بليز يا باسم بليز. طيب ماشي. بقول لك ايه، انا عايزه ابقى اجيب السخان بقى من هناك من اندونيسيا لما نروح. ما بلاش سخان وتعالي نسخن ميه عشان امن. لا انا عايزه سخان. طيب حاضر. بقول لك ايه كمان، انا عايزه اجيب الميكرويف من هناك، بيقولوا حلو قوي. ماشي.